السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة ابتسام معايا في المطبخ هتعمل معانا شوية كده رز، شوية رز كده حلوين. احنا بصوا يعني سلقنا اللحمة اهي، هي اللحمة كده استوت تمام، وحاطين خدت جزء من شوربة اللحمة أنا وعملت البامية هنا أهو، في بامية هنا وفي بطاطس، صينية بطاطس وصينية بامية. عمايل ماما القمر حبيبتي يا سوما تسلمي لي يا فندم. فابتسام جيت لنا عمايل ماما بعمل الأول الشعرية. طب يا سوما عمايل ماما القمر والله العظيم خدي حطي الشعرية الأول ولا هتعملي من غير شعرية؟ والله مش عارف. طب يلا من غير شعرية هذا كده. يلا اعمل النص ونص خلاص ماشي بس كتريش بس كده. احنا لسه برضه انا نسيت اسلم على اخواتي وحبايبي. مش عارفه ليه صح انا كده. اخباركم ايه يا حبايبي؟ عاملين ايه اخواتي؟ يا رب تكونوا مستمتعين معانا بالمشاهده. كده تمام التمام يا سوم. صدق التيشيرت ده لايق على اللون ده. يا رب يا ربي. لا خلي بالك بلاحظ. صدقي صح يا سوم صح؟ ايوه مش انتي زخرفه وديكور؟ ايوه طبعا. هو تكون الناس تولع النار يعني تولع. شغلت البوتاجاز اهم حاجه النار. تمام النار شغاله. تعالي مكاني عشان انت كده تبقي قريبه. انت هتحمر اللحمه دلوقتي ولا تستني في الاخر خالص؟ انا لما تخلص بصي اول ما تطشي الرز بالميه انت هتطشيه بشوربه. صح في شوربه هنا وريني كده كميه الشوربه اللي باقيه. احنا اخدنا جزء من الشوربه دي على فكره. دي ده ورق لورا. بصي طلعيها كده، طلع ورقه اللورا دي اهي، او خلاص ممكن تطلع بعدين. دي ورقه لورا عشان تفكروها حاجه يعني بالاسود اللي في اللحم. دي ورقه لورا تمام. احنا خدنا شويه جزء من الشوربه علشان نعمل ايه، عملنا بيه البطاطس اللي في الفرن اللي وريتها لكم دلوقتي والباميه تمام. انا سايبه اللحمه هنا في الشوربه السخنه عشان خاطر اللحمه تبقى دايبه وحلوه كده لغايه ما نعمل ايه، لغايه ما نعمل الرز تمام. احنا طبعا هنشوح الرز واول ما يتحمر ده ونروح نحط تعالي بسام يلا علمينا ازاي انت بتعمل. معناها كده هسيبه لغايه ما ايه، لغايه ما يدي صفار شويه وكل شويه نبدا نقلبه. بس مش هنفضل كل شويه نقلبوه علشان ما يبقاش متعجن. عايزه زيت تاني؟ عايزه زيت تاني حطي زيت. لا كفايه عشان ما يبقاش ايه يعني فيه زيت كتير، ما يبقاش كويس يعني، ما يبقاش يعني مضر على ضرر الزيت الكتير تمام على الكلى والكبد والحاجات والمعده برضو يعمل حموضه. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش يعني بصوا انتوا عارفين هتعملوا ايه، اللايك والشير، وتعملوا ايه تاني، تابعوا القناه بتاعتنا واعملوا كده ان شاء الله. ما هو ده اللايك. كده اعملوا كده اهم حاجه اللايك. احنا ممكن يعني نعمل ستوب كده لغايه ما نخلص لغايه ما الرز يحمر شويه واحط الطشه الثانيه ونجيبه تاني. خلاص تمام. خليكم معانا ما تروحوش بعيد، خليكم معانا. ايه سوما كده الرز اللون بتاعه حلو كده ولا تسويه شويه تاني؟ طب يلا هاتي الجزء التاني اللي هتعملي بيه. وطي النار شويه. بس احنا هنعملهم بقى بشوربه اللحمه النهارده، مش هنعمل بميه الحنفيه. دايما اقول لكم الحته دي خلي بالكم منها لما نيجي نعمل رز ويكون عندنا فراخ او لحمه او كده يعني اي نوع طيور حلو كده. لما نيجي نزود الرز نزوده بالشوربه هيبقى طعمه هيفرق، طعمه حلو جدا احلى بكتير من الميه بتاعت الحنفيه. احنا كده هيبقى عندنا شويه شوربه متفضلين معانا يعني زايدين معانا. فليه انا ما استغلش الشوربه دي مثلا في الرز دلوقتي؟ يعني انا عملت منها البطاطس وعملت منها الباميه وبتبقوا شويه شوربه فانا استغلهم وبيطلع طعمها لذيذ بصراحه الرز مع الشوربه. هاتي سوما يلا اهي الشوربه. بس خلي بالك ثانيه. بصي سوما اطلع بالكبش احسن. لا طب هتقدر عليها الحله عشان سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك عشان كنت عايزاكي تطلعي بالكبش. انت خلي لو في حبهان ايه بقى ونزل هنا. لا تخافيش كله بتاع الشوربه يعني. شايفين بس قطع البصل دي مع قطع الطماطم الحلوه دي بتخلي ممكن تشيلوها اللي حطيناها احنا في الشوربه يعني. بس
بتدي طعم إيه، احلى. الحبهانة الحبهانيه دي طلعها لنا بقى، لأن لو حد بياكل رز ودجا كده تبقى صعبه يعني، فزعه شويه يعني مع اني طعم. بحب خالص الحبهان. انتي كلهم الحبتين نزلوا، انا حاطه 2 اصلا. يلا حطي بقى، شوفي كده عايزين الملح او عايزين فلفل. يلا كده شوفي الحياج بتاعهم. يلا عشان تغطي عليهم. لا الاول دوب ملح وفلفل ده لازم. عشان بس الملح الساده لازم بقى تحطي. لا شويه صغيرين دول، حطي شويه صغيرين، حطي شويه تاني. ايوه كده، ايوه. يلا سومة، جدع سومة، جدع، برافو عليك يا سومة. كده نقلب ونشوف بقى ايه انا هحط تاني شوربه بصراحه لان عايزه شوربه، كملي شوربه تاني. حطي من الاول عشان ما تفتحيش تاني على الحله. جدع كده. هم محتاجين شويه شوربه تاني بالراحه. بس يا سومة كده احنا هنطلع اللحمه نحمرها بقى، صح؟ بسم الله ما شاء الله. الرز بس نوطي عليها خالص عشان ايه؟ لا، ما هي بعد ما يغلوا بقى، يغلوا غلوه كده والتانية، وتروحي ايه موطي عليهم. شوفي كده الملح ايه الاخبار الملح؟ اوكي تمام. طب يلا غطي عليهم، غطي عليهم كده يبقى ايه باقي بس تحمير اللحمه. يلا شغل، ولي على النار. الغطا انا هدور لك عليه. الغطا فين؟ الغطا يا جماعه، الو الغطا. لقيته تمام. لقيت الغطا، غطي بس كده تمام. تمام. يلا كده شو محمر اللحمه. بس الاول طلعيها بقى ايه اللحمه تطلع في الطبق عشان يعني لو فيها اي ميه نسبه سوائل ولا حاجه تطلع يعني. تمام. طلع اللحمه كده على جنب كلها في طبق ابيض. حطي في الطبق الابيض ده. بسم الله. تمام. بس انا اغسله لك عشان يبقى نظيف. لما نضيف هو ما فيهوش حاجه، ده ميه الرز. ما فيهوش حاجه. بسم الله. احنا حاطين الطاسه هنا برضو عشان خاطر ايه نحط فيها سمن. انت حط فيها سمنه عشان يكون ريحته حلوه، ما يكونش ريحته مسفره وكده. برافو عليك يا سومه، شاطره سومه، بتساعد ماما. سومه كبر يا ست بقى، تطلع ست بيتنا. طب يا سومه دول طبعا هرميهم بعدين انت بتغسلي الحله بقى. يلا خلاص ماشي. يلا كده ولا اشغل النار على اللحمه كده. الطاسه سخنت طبعا. انت بعد الاكل ده مين اللي هيعمل البوتاجاز؟ عرفت يا سومه اللي شايلاني في المواعين وفي البوتاجاز. البوتاجاز لما بيتغسل سومه بتخليه فله. يلا سومه هي كده البتاع ايه السمن كده سخن معانا. يلا ابدا احط اللحمه بتاعتك. يلا رشي ملح وفلفل. هلا الثومه هرش عليها ملح وفلفل. لازم التكايه دي اي طيور اي لحمه احنا بنحمرها لازم ايه ثومه، لازم فلفل اسود، لازم فلفل اسود. تمام. واحنا عندنا الرز هنا بيستوي. تعالوا كده اوريكم، تعالوا اوريكم ايه تحت عندنا ايه بطاطس اهي بدأ وشها ايه يحمر. والباميه بتاعنا طاجن الباميه الحلو ما شاء الله. بصوا بعد ما يخلص كله راح هنصور الشكل النهائي بقى للحاجات الحلوه دي ان شاء الله. غطى على اللحمه يا سومه عشان ما تفرطش علينا. هاتي غطا وغطى على اللحمه. تمام. وده الرز معانا اهو، مش عايز اهو. الرز معانا بيستوي. يبقى احنا النهارده عملنا ايه؟ عملنا بطاطس، وعملنا بطاطس في الفرن يعني، وعملنا باميه في الفرن طاجن. الاثنين طواجن بصراحه. انا كنت هعمل الباميه خضراء، باميه خضراء ويكه يعني، بس قلت لا خلاص هم عايزينها بدمعه بيضه وكده وحاجات يعني في الفرن وكده. قلت خلاص اعملهم الباميه والبطاطس كلهم هياخدوا نار واحده في الفرن يعني. وده احنا هنا بنحمر اللحمه ايه، وهنا بنعمل ايه بقى، بنعمل الرز بتاعنا. احنا هنغرف الاطباق الحلوه دي دلوقتي يا سومه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شجعوا سومه عشان هي اللي عامله الرز الحلو ده. هو هيطلع معجن في الاخر يا سومه. انا ماليش دعوه باي حاجه هتحصل ماشي. احنا شويه كده وهنقلب على هنقلب اللحمه دي. تمام. فخليكم معانا
عشان تشوفوا بقى الاطباق بعد ما تخلص خالص ونغرفها. وبالهنا والشفا يا رب كده للي يعمل الاكلات الحلوه دي. خليكم معايا برضو لغايه ما نشوفوا اخر حته في الفيديو برضو. ودي شكل الاطباق بعد ما اتغرفت. بصوا الرز طالع ازاي. الرز ابتسام ده على فكره، هو ابتسام هي اللي عملت الرز ده اهو، طالع واحده واحده. وادي طاجن الباميه ما شاء الله يعني. بص الصوره بتتحدث. البطاطس دي كنت عايزه معلقه اوريكم بس ايه. بصوا كده البطاطس ازاي، يعني تعتبر يعني حاجه كده مربى كده، يعني حاجه جميله. هنشوف الباميه برضو كده. بصوا ما شاء الله. بصوا الباميه مش عامله حاجه يعني ما شاء الله يعني. بص هناك هتلاقيه. بصوا كده واللحمه بتاعتنا اتحمرت اهي، اتحمرت فابتسام حمرتها. وقطعنا شويه طماطم هنا وحطينا لها شويه ملح بكمون وثوم وليمون وخل وكده. تعالوا اتغدوا معانا بالهنا والشفا يا رب. دي كانت اكلتنا النهارده اهي يا سوما اهو. الرز بتاعك يا سوما. بتثبت سوما ان عندنا لحمه النهارده. اتفضلوا معانا بالهنا والشفا. هناكلوا بطاطس. طبخين بطاطس. ده الميه. ربنا يا رب كده يحسن ما بين ايدينا جميعا. وبالهنا والشفا اعملوا الاكلات الحلوه دي، الاكلات الحلوه الجميله دي. وتسلم ايديكم مقدما يا رب. وهنروح ناكل واترككم في رعايه الله وحفظه. لا صاحب الفرن يعني ما تنسوش تعملوا بقى الاشتراك في القناه وتعملوا لنا لايك، تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم وكده. بس كده. وادي المعالق وصلت والميه هتيجي دلوقتي. طب احنا يلا. بقى رز كده وصلنا لاخر الفيديو. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.